بطولة خليجي هي رسمية ولا ودية؟ بطولة خليجي يا عزيزي هي بطولة رسمية لكن غير معترف فيها في فيفا. مع ذلك تحظى البطولة بمكانة خاصة لدول الخليج وتقام تحت إشراف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اللي تأسس عام 2016 عشان ينظم هذه البطولة ويديرها. زين شنو اللي يميز خليجي؟ أولا يا عزيزي التاريخ العريق. بدأت البطولة في عام 1970 وتقام بشكل دوري كل سنتين مما يجعلها هي أقدم بطولة إقليمية في منطقة الخليج. رقم اثنين الاهتمام الجماهيري اللي تحظى فيه. هذه البطولة تحظى بمتابعة كبيرة من جماهير الخليج كونها تجمع المنتخبات الشقيقة في منافسة ودية ولكن شديدة وتنافسية. رقم ثلاثة مشاركة منتخبات رسمية تشارك فيه. المنتخبات الوطنية الأولى لدول الخليج وتعتبر فرصة لتجهيز اللاعبين للبطولات الأكبر مثل تصفيات كأس العالم أو كأس آسيا. ليش هي مو تحت مظلة فيفا؟ البطولة تنظم بشكل إقليمي فقط وهي خارج إطار التصفيات الدولية اللي يعتمدها الاتحاد الدولي. رغم ذلك فإن المباريات فيها تعتبر رسمية على مستوى المنتخبات وتضاف إلى سجل اللاعبين حتى المدربين. الخلاصة رغم أنها ليست من ضمن أجندة فيفا إلا أن بطولة الخليج تمثل حدثا رياضيا رسميا وإقليميا ذات طابع خاص ونجحت في ترك بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم الخليجية.